طبعا لسه جاي من اسكندريه وقلت اول حاجه اعملها ان اطلع ابص على الحمام، عشان 5 ايام ان ما اطلعش واشوف الحمام فبالنسبه لي رقم قياسي. فكنت فرحان وانا داخل عليه قوي عشان كان مفتوح علامه الحباسات، وبصيت فوق لقيته واقف على الحباسه، ففرحت ان الحمام اتفتح عليه وبدا يكتشف المكان، وبعد كده هطير. بس الفرحه ما تمتش لما لقيت الزغلول اللي فاضل لي من الدنيا جناحه بيجيب لون احمر ومش عارف بيجيبه منين ولا ايه اللي عمل في كده. فمديت ايدي وقلت ان اجيبه وابص على بصه يمكن في حاجه تانية، والحمد لله طلع ما فيش اي حاجه فيه غير اللي في جناحه دي بس. كانت منظرها بشع قوي والزغلول لسه صغير ومش متحمل. بس كل اللي بيدور في دماغي دلوقتي ايه اللي حصل له كده ولا مين ايه؟ يمكن امه وابوه اللي عملوا في كده، بس برضك مش راكبه معايا. واوعى تكون وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك تشجعني بيه، عشان احنا قرفنا الله الوكيل قرف. واللي بيحصل في الحمام ده كتير وانا بدات تخف منه وابقى 5%، والنصيبه واللي انتم ما تعرفوش ان اصلا 5%. ويا ترى بعد اللي بيحصل له ده هبقى كام في المية؟ والله ما عدت عارف، ربنا يستر على اللي جاي. انا واقف اشم شويه هوا طبيعيين من جارتن سيتي لان وحشاني قوي بقى 4-5 ايام بيرعن. وانتوا فاهمين جارتن سيتي يعني هوا وميه وبحر ودنيا، بس بعد المنظر ده يا ريتني ما جيت من اسكندريه. واهم حاجه انك تصلي على النبي. والسلام عليكم.